طب يا جدعان عاملين ايه؟ بص كده يا صاحبي، فيديو النهارده انا هخليك تعمل مونتاج احترافي بالموبايل. انا اخلي اي حد يفكر المونتاج بتاعك كأنك عامله بالكمبيوتر. الفتره اللي فاتت كلها ناس كتير قوي طلبت مني انت بتمنتج ازاي، واغلبيه الناس فكرتني بمنتج بالكمبيوتر. يا جدعان ده كله بفضل من ربنا ثم باستخدام برنامج كاب كات، وده اللي انا هعلمه لك في فيديو النهارده. فيديو النهارده يا صاحبي هيبقى متعوب عليه، وده اول سلسله في تعليم المونتاج. ولو عجبكم انزل لكم الفتره اللي جايه مونتاج كتير قوي. لا ده غير كده انا محضر لكم فلاتر يا جدعان الفتره اللي جايه جمدان. انا بشكر الناس على تعليقاتها الجميله دي. الفيديو اللي فات بجد كانت تعليقاتكم جميله قوي يا جدعان والله العظيم. لقيت ناس كتير قوي تكمل ما توقفش عن الفلاتر. فكك من الناس اللي بتقول لك باسورد دي والكلام من ده يا جدعان، اقسم بالله انتوا في قلبي. ففيديو النهارده انا متعوب عليه، بس انا فرحان ليه؟ انتوا هتستفادوا معايا في فيديو النهارده. برنامج المونتاج ده انت لو حتى انت ما عندكش قناه يا صاحبي هتقدر تعمل مونتاج لصورك، مونتاج لفيديوهاتك. البرنامج ده انت مش هتقدر تستغنى عنه. كل اللي انا عايزه منك هتركز معاه في الشرح. انا جايب لك النهارده اهم المميزات اللي في البرنامج. ولو عجبكم اول سلسله في البرنامج انزل قول لي في التعليقات عايزين سلسله ثانيه. وعشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده، اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. بص يا صاحبي، في بدايه الفيديو كده انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين انا جبت تليفون جديد وبدات اطور من القناه، والشروحات الفتره اللي جايه هتكون كتير وانت هتستفادوا معايا. طبعا يا صاحبي انا عايز اقول لك، انا فيديو النهارده انا صورت اكتر من مرتين، واكتشفت ان انا سجلت والله العظيم من غير صوت. جيت على المونتاج لقيت الفيديو من غير صوت، لان اول مره اللي انا يعني اظبط في الدنيا وكده، فحصل مشاكل معايا في الصوت. فقدر يا صاحبي واعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده متعوب عليه بجد. وانت في فيديو النهارده هتتعلم اساسيات المونتاج بالموبايل، وان شاء الله السلسله دي لو عجبتكم انزل لكم شرح كمان. اول حاجه تعملها يا صاحبي هتنزل برنامج كاب كات دوت من متجر بلاي. طبعا انا لسه فاتح البرنامج معاكم زي ما انتم شايفين. كل اللي عليك هتضغط على كلمه قبول اول ما يفتح معاك، واول حاجه لازم تعملها يا صاحبي هتضغط على علامه الاعدادات دي كده عشان البرنامج يشتغل معانا كويس. تضغط على علامه الاعدادات اللي هي الترس اللي انت شايفها دي كده، وبعدين هتيجي على كلمه اللغه يا صاحبي وهتعمل اللغه انجليزي. طبعا لازم تعمل اللغه الانجليزي عشان البرنامج يشتغل معاك كويس. تختار انجليزي وتضغط على كلمه تمام كده يا اخواتي. تمام، دي اهم حاجه لازم تعملها. لازم تضغط على تم كده عشان تتاكد ان هي اتعملت معاك. بعد كده هتضغط تاني على علامه الاعدادات، ونقفل تاني واحده ده رجاله اللي انتوا شايفينها. لازم تقفلها عشان كل مره بتيجي تحفظ الفيديو بتلاقي اللوجو بتاع البرنامج اتحفظ، دي بتشيل لك اللوجو خالص. طيب احنا كده عملنا اول ميزه في البرنامج وكان لازم تعملها، وده اللي خلاني افتح البرنامج معاك. بعد كده يا صاحبي هتضغط على علامه الزائد دي كده، وتضغط على كلمه السماح اللي انت بقى بتديله الصلاحيه يدخل على التليفون بتاعك. هنختار الفيديو ده مثلا بالشكل ده كده ونضغط اهو. بقول لك يعني مثلا هيضغط لك الفيديو 1080 عادي مش هتفرق معاك. تضغط على كلمه اد كده بيبدا يضيف الفيديو زي ما انتم شايفين. هيضيف الفيديو دلوقتي وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده اخواتي، بعد ما عدت 100% ضاف معايا كده الفيديو عادي جدا، واتاخر شويه بسبب ان التليفون ده يعني امكانياته على قدها. طيب اول حاجه نعملها ايه بعد ما نضيف الفيديو؟ اول حاجه تعملها تظبط المقاس بتاع الفيديو. يعني ايه المقاس بتاع الفيديو؟ يعني انت عايز تنزله مثلا على انستجرام ولا على التيك توك ولا تنزله على اليوتيوب. طب اعملها ازاي دي كده؟ بتيجي يا صاحبي على كلمه فورمات، تمام، بتضغط عليها وبعدين بتختار 16 ل 19. دي لو انت عايز تنزله على التيك توك او عايز تنزله على انستجرام. طب انا لو عايز انزله على اليوتيوب بتضغط 16 ل 19. طيب السواد اللي جنب الفيديو دوت اعمل فيه كل اللي عليك يا صاحبي، بتخرج واحده وبتيجي على الكلمه دي كده وبتيجي على بولب وبتختاره كده كده انت عملت السواد اللي هو بولب. طبعا دي كانت ناس كتير قوي بتحتاجها. طيب بعد كده طبعا يا جدعان مقاس الفيديو مش مظبوط معايا، لازم انا اعمله تاني 9 ل 16. طيب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنتعلم نعمل ايه، ازاي نقص الفيديو. ازاي تقص الفيديو بقى يا صاحبي؟ كل عليك بتيجي عند بدايه القص. طبعا انا كده اجيب بدايه الفيديو زي ما انتم شايفين كده بدايه الفيديو مثلا. طيب اقص ازاي؟ لازم تضغط على الفيديو ضغطه، وبعد ما بتضغط عليه بتلاقي الكلمه اللي تحت دي كده بتضغط عليها صاحبي اللي هي العلامه اللي جنب السبي. اول ما بتضغط عليها كده بيحدد لك بدايه القص. طيب عايز اقص الجزء اللي ورا ده كده، بتضغط عليه وبعدين بتضغط على كلمه ديليت كده انت عملت الجزء اللي ورا حذفته. طيب انا عايز اقص حاجه من نص الفيديو، اعملها ازاي دي كده؟ كل عليك هتيجي عند اول بدايه الحاجه اللي انت عايز تقصها وليكن مثلا منين، تضغط على كلمه اسبليت وبعدين هتيجي في الاخر كده في المكان اللي انت عايز تقص فيه في الاخر وتضغط على كلمه اسبليت برضه. طيب بعد كده هتختار المكان اللي في المنتصف اللي انت حددته وتضغط على كلمه حذف. دي طريقه المسح في البرنامج. طيب انا عايز اظبط الالوان بتاعه الفيديو زي ما انت بتعملها. انا ناس كتير قوي بتدخل يا جدعان بتفكر ان انا بصور بايفون. يعني انا بعمل درجات كده في الوان الفيديو بكاب كات بتخلي الالوان جامده. ازاي انت تعملها؟ كل اللي عليك بتضغط على الفيديو بتختاره بالشكل ده كده، وبعدين بتيجي معايا يا صاحبي عند تعديل الالوان اهو بتضغط عليها. اول حاجه صاحبي اللي اقول لك عليه تعمله، تمام، اللي اقول لك عليه في الالوان دي تعمله عشان انا البرنامج ده انا تهت فيه. تمام، اول حاجه هتيجي معايا على الساتوريشن
هتعملها 20. هتعمل الساتوريشن 20. هتيجي معايا عند رجاله اول حاجه اللي هي الاضاءه هتعملها لحد 10. بعد كده هتيجي على الاكسبوجر هتعملها -20. -20 ايوه -20. وبعدين هتيجي معايا على الشرب يا صاحبي. طبعا دي اللي بتعمل لنا التفاصيل بتاعه الفيديو والتفاصيل في اللايت روم برضه. هنعملها لحد 40 بالشكل ده كده. وبعد كده يا صاحبي هتيجي معايا على الهايلايت هتعملها 20 اهو. بص يا صاحبي الفيديو قبل وبعد زي ما انت شايف، قبل اهوت كده، قبل وبعد، قبل وبعد. هتلاقي نتيجه جامده جدا معاك يا رجاله يعني. بس لازم تعمل بنفس الدرجات دي انا ما كانش ينفع نطلعها وكده، بس عشان انتوا اخواتي مش اكتر. طيب عايزين نعمل انيميشن لبدايه الفيديو كده، اعملها ازاي؟ كل عليك بتضغط على بدايه الفيديو بالشكل ده كده وبتضغط على كلمه انيميشن. البرنامج يا جدعان فيه كميه انيميشن كتير قوي، بس طبعا بيحتاج نت معاك، لازم تكون فاتح داتا او واي فاي. اول حاجه انيميشن. بص يا جدعان الاشكال واحدة بس، شايفين التغير؟ واحدة بس. التغير بتاع البرنامج. طبعا دي الانيميشن اللي تقدر تعملها في بدايه الفيديو. طيب انا عايز اعمل نهايه للفيديو، اعملها ازاي؟ كل اللي عليك يا صاحبي بتيجي عند نهايه الفيديو بالشكل ده كده اهو، وبتضغط على كلمه انيميشن تاني، وبتيجي على تاني واحده. طبعا اول واحده دي نهايه للفيديو. بص هتلاقيه بيقفل معاك الفيديو واحدة بالتوفيق الجميع كده، هتلاقيه بيبدا يقفل معاك الفيديو. طيب لو عايز تعمل حاجه تانية بتبدا تعملها من واحدة بالتوفيق. بيقفل معاك الفيديو زي ما انت شايف، زوم اوت زوم ان، يعني برنامج جامد. طيب عايزين نعمل ستيكر، نضيف ستيكر على الفيديو بتاعنا وكده. بتيجي ازاي؟ كل عليك في كلمه هنا اسمها ستيكر يا صاحبي، بتضغط عليها. اول ما بتضغط عليها بيجيب لك الاستيكرات الى ما لا النهايه. بص انت هتعيش في الاستيكر دي. بص يا صاحبي عندك هنا برضه لو انت مثلا عايز تعمل مثلا سهم على حاجه كده، عندك اسهمها كتير، وعندك علامه صح وعلامه غلط، وعندك حاجات كتير قوي في البرنامج. لو جينا عند علامه الجرس دي، طبعا عندك هنا بقى علامه الاشتراك وعلامه اللايك، يعني هتستفاد منها لو انت مثلا بتنزل فيديوهات على التيك توك او على اليوتيوب، هتستفاد منها. طيب في حاجه تانية مثلا عايز اضيف مثلا حاجات على الفيديو، اضاءات وكده، اعملها ازاي؟ كل اللي عليك يا صاحبي بتيجي معايا هنا عند كلمه افكت، وبتيجي على كلمه فيديو افكت. بعد كده زي ما انت شفت كلها افكتات، بس اللي انا بستخدمهم للفيديوهات بتاعتي باجي في الاخر كده يا صاحبي اهو، وباجي عند دي. طبعا دي الافكتات اللي انا بستخدمها اللي انت شايفها دي كده، دي كلها افكتات، بس اول ما بتفتحها لازم تحتاج نت، وبعد كده بتشتغل معاك عادي. طبعا الافكت ده بيحمل زي ما انتم شايفين اهوت. هيبدا يحمل عشان نجرب افكت واحد برضه علي هتعرف الثلاثة اللي موجودة فين وازاي تلف على الصورة. والافكت اللي تحت ده برضه اجمد منه. الافكت اللي تحت دوت انا بستخدمه على طول في بدايه الفيديو. علي هتعرف الثلاثة اللي موجودة فين وازاي تلف على الصورة. لو انت عايز تقلل مثلا الافكت ده هتعمل ايه؟ لو انت عايز تقلل الافكت ذات نفسه بتضغط على كلمه تعديل يا صاحبي، وبتيجي تحت هنا عند الشفافيه علي هتعرف زي ما انت شايف كده الافكت اتقلل معاك. طيب كده يا جدعان احنا شرحنا حاجات كتير قوي في البرنامج. لو جينا نشرح ايه تاني في البرنامج، اهم ميزه عندنا وضايفينها جديد وميزه مهمه جدا جدا. الميزه دي بتعمل لك تنعيم للبشره في الفيديو. ايوه تنعيم للبشره في الفيديو. طبعا احنا هنختم بالميزه دي. كل اللي علينا صاحبي هنيجي في الاخر كده اهو، تمام. هتيجي معايا هنا علامه الواكب، بتضغط عليها تختار كلمه فاز ده صاحبي، وزي ما انت شايف كده هتلاقيها تلقائي بيحدد لك الواكب بتاعك. يعني هو تلقائي كده بيحدد لك الواكب بتاعك انت كده، بيبدا يحمل. بتحتاج نت كويس جدا يا جدعان دي، يعني نت كويس وامكانيات تليفون كويس. بس زي ما انت شايف حدد معايا الوجه. كل علينا لو زودنا، بص يا اخواتي شايف فرق التنعيم؟ برنامج جامد. طبعا الميزه دي جديده، نفعت ناس كتير مش نفعتني لوحدي. بتقدر تزود، بس انت طبعا يعني لحد 43 50 هتكون تمام قوي، يعني 43 50 كده هتكون تمام قوي معاك. طب يا صاحبي انا كده شرحت لك بعض المميزات في برنامج كاب كات. ولو استفدت معايا في فيديو النهارده قول لي انزل لكم سلسله تانية عن ازاي بقى تعمل ترندات من برنامج كاب كات، ازاي تعمل صور، ازاي تعمل دخلات للفيديو، ازاي تعمل نهايات احترافيه، ازاي تضيف ستيكر بشكل احترافي. لسه فاضل حاجات كتير قوي، بس احنا اتعلمنا الاساسيات اللي هو انت ازاي تظبط مقاس الفيديو، ازاي تلون الفيديو، ازاي تقص الفيديو. دي الاساسيات كان لازم تعرفها وتقدر تشتغل عليها. حتى لو انت عايز تعمل قناه هتقدر تشتغل بالاساسيات اللي انا قلت لك النهارده وبشرح مبسط جدا. فالشرح متعوب عليه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. ولو عايزين سلسله ثانيه انزلوا قولوا لي في التعليقات، وما تنساش برضه تنزل تقول لي ايه رايك في تطوير القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.